مرحبا بكم بقناتي. وصفة اليوم البرياني العراقي. عندنا هنا أفخاذ من الدجاج مع الدجاج الكامل. حتى نتخلص من الزفرة أني أقوم برش الطحين، أي نوع طحين، وتضيفون الخل والملح. بعد ما تغسلون الدجاج حتبدون تفركون الدجاج بهذه الخلطة، وطبعا هاي خطوة كلش مهمة حتى تتخلصون من كل الزفارة. الطحين حياخذ كل الروائح إذا كانت موجودة في الدجاج. ورا ما تفركونه كل الزين مثل ما تشوفون، حتضيفون مي وتغسلونه غسلة ثانية. بعدين ورا ما تغسلونه غسلة تمام بالطحين تحطوه على النار. حنحتاج إلى التوابل. هنا عندنا كركم، وعندنا بهارات البرياني نفسه، وثوم باودر وبصل باودر ورق لورا، وعندنا أيضا القرنفل. هنا شوفوا هنا ورا ما سلقناه طبعا وغسلناه من الطحين، حنلاحظ أيضا حطيت زفرة، فإذا حنرمي هذا المي ونخلي مي ثاني جديد فيكون ينسلق بميين. بعدين حنضيف التوابل على المي الثاني اللي هو نظيف، ونضيف له الخل الأبيض. هذا الخل الأبيض كلش ضروري. حنضيف أيضا البصل والفلفل الأخضر، ملعقة طعام من معجون الطماطة أيضا هتعطي نكهة، وأيضا مطحون النومي بصرة حيغير اللون ويعطي نكهة، مع الملح أبدا ما ننساه. أيضا هنا عندنا الشعرية والكشمش وعلب البازاليا والجزر، والتمن استخدمنا هو رز محمود. هنا غسلنا التمن ونقعناه مدة تقريبا 40 دقيقة. هنا بعد ما يتغير لون الشعرية هننكه الشعرية بتوابل لأنه برياني، فنضيف الهيل والملح، ونضيف الدارسين، وأيضا ملعقة صغيرة من الشكر هذا حيعطيها يعني نكهة مميزة. وأيضا نضيف لها بهارات البرياني نفسه إلى الخلطة. هنا أنا أيضا قمت بهذه اللحظة بتقلية البطاطا، لأن تعرفون البرياني هيكون نكهته أجمل مع البطاطا. وحضرنا أيضا البازاليا والجزر والكشمش. بالنسبة للرز طبخناه نفس التوابل اللي تبلنا بها الدجاج، وقلينا الدجاج، وهنا صار حاضر كل من الكشمش والبازاليا والشعرية، وهنا حافظات اللي وزعناهم، وبالعافية.